الدولة بتسحب أراضي من بعض المستثمرين في الساحل الشمالي. الكلام ده صح أو غلط؟ أنا رينا من شركة هير هوم للخدمات العقارية. لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا وأنا هقول لكم صحة الكلام ده حقيقة ولا لأ. الدولة فعلا سحبت 74 حوالي كده 74 قطعة أرض من شركات تطوير عقاري كبيرة جدا. طيب الناس بتشوف وجهة نظر من خلال وجهة نظرها هي اللي هم بعيدا عن المجال. أنا كرينا بشوف إن ده من مصلحة العميل. ليه من مصلحة العميل؟ أنا هقول لك ليه من مصلحة العميل. أول حاجة لأن في بعض الشركات ما طلعتش قرار وزاري، في بعض الشركات ما بنتش، في بعض الشركات ما دفعتش الأقساط. كل ده بيجي على المشتري اللي هو بيشتري بأقساط ويفضل يدفع سنة في التانية في التالتة في الرابعة، ويجي المطور العقاري يتأخر وبعد كده نسمع الناس بتصرخ الحقونا احنا دفعنا احنا اتنصب علينا. طبعا في وجهات نظر تانية من بعض بعيدا تماما عن المجال، مش عارفة ليه هم بيقولوا كده، عشان بيسحبوا الأرض. بيقولوا بيسحبوا الأرض عشان يبيعوها بأسعار أعلى. هو لو ده موجود، يعني لو الحكومة بتعمل ده فهي مش بتستغل ده، لا، هي شافت ان الناس اللي دفعت اقساط بالفعل اتظلمت، بالفعل ما تحطش طوبه واحده في المشروع، مفيش قرار وزاري طلع، مفيش اقساط اتدفعت، فبالتالي حضرتك اشتريت في مكان هو اوريدي اقساطه ما اتدفعتش، فانت ازاي هتستلم؟ القرار الوزاري بالبناء ما طلعش، فانت ازاي هتستلم؟ البناء ما اتعملش، فانت ازاي هتستلم؟ فانا شايفه ان حتى لو الدوله هتعيد اعاده بيع الاراضي ده، ده من مصلحتك حضرتك. طيب انت بقى كمشتري وضعك ايه؟ لا، انا وضعك بقى ربنا معاك. عايزه اقول لك ليه بقى؟ لانه غالبا هيحصل طبعا وقت طويل عقبال ما ياخدوا الاراضي، وبعدين وقت تاني عشان يبيعوا الاراضي دي مره تانية، او ان المطور العقاري ممكن يكون الفلوس محجوز عليها في البنك مثلا، حاططها فوائد، فحضرتك هيرجع لك فلوسك كالاتي، ان حضرتك هترجع لك فلوسك زي ما دفعتها. يعني هديك مثال واسفه اني اقوله لك، يعني انه لو انت بقالك بتدفع سنتين، دفعت داون بيمنت 10% وبعدين قسطت كل 3 شهور، فانت فلوسك هترجع لك بنفس الطريقه. انا اسفه ان اقول لك حاجه زي كده. طيب ليه بقى؟ عشان احنا طول الوقت بنعمل فيديوهات، انا بعمل فيديوهات بقالي اكتر من 6 سنين. يا جماعه ما تشتروش من اي حد، يا جماعه ما تجروش ورا السعر القليل، يا جماعه ما تجروش ورا الاعلانات، يا جماعه في اعلانات كاذبه. كل ده فيديوهات موجوده من سنين، لو قلبت كده في التيك توك، لو قلبت كده في اليوتيوب، وكانت الناس تقول لي رينا انت غاليه. انا غاليه، انا غاليه لان انا بقدم بروجكت مضمون. انا غاليه لان انا بقدم مطور عقاري بيسلم. انا غاليه لان انا بقدم مطور عقاري صيانه، اداره، خدمه ما بعد البيع. انا غاليه لاني بقدم مطور عقاري للعملاء بتاعتي بيعرفوا يكسبوا من وراه، انا بكسبهم من وراه. انا مفيش حد اشترى مني وحده، وبقولها في فيديوهات اهو، مفيش حد اشترى مني وحده الا بعد فتره انا اللي اتصلت بيه: يا فندم ما تيجي نبيع. قول يا رينا مش هبيع، لان احنا اخترنا الوحده مع بعض بمنتهى الدقه، ما اخترناهاش كده هباء يلا هات شيكتك وتعالى، لا، ما عملناش كده. احنا ذاكرنا، انا اوريدي بذاكر كده كده، وهو خليته كمان يذاكر معايا ويراجع ورايا. كنت دايما اقول له كده، مش رينا بس بتعمل ده، اكيد في ناس كتير زيي واحسن مني كمان، انا متاكده من ده. ولكن انا فعلا غاليه، وفعلا انا بشتغل مع مطورين توب ديفلوبرز، لانه المطورين دول بيحافظوا على فلوس العميل. في ناس بتجري ورا الارقام الصغيره. طب النهارده المطور العقاري اللي اشترى ارض برقم كبير هو مش عارف يدفع الاقساط، هو مش قادر يطلع قرار وزاري. هو النهارده باع من 4 سنين في قطعه ارض ما حطش فيها طوبه. انا يعني مش هقول اسماء دلوقتي، هقولها في فيديو تاني. النهارده هو بينزل في لونشز تانية مختلفه وهو لسه ما بلاش. ده استهتار. انا شايفه ان الموضوع ده اكثر التزاما ان هم يسحبوا الاراضي، اكثر انضباطا. ليه؟ عشان الناس الشقيانه التعبانه في فلوسها تقدر ان هي تشتري وتستمتع بفلوسها، او تستثمر فلوسها. يعني تشتري وهتعمل اعاده بيع، تعرف تبيع لانها استلمت.
هتشتري وتسكن؟ تسكن لانها دفعت. هتشتري وتأجر؟ تعمل ده، تاخد فرصتها او الهدف اللي هي اوريدي اشترت علشانه. فانا شايفه ان سحب الاراضي ده قرار عادل جدا لاي مطور عقاري هو اتاخر وما التزمش وبيبيع على الورق لناس كتيره جدا لمجرد ان هو عايز يبيع وياخد فلوس ويحطها في البنك وتطلع فوائد. هنعمل فيديو كمان اكثر تفصيلا، خليكم معايا. اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. رينا سليمان، شركة تير هوم عقارات وبس. اشوفكم قريب، باي باي.